جايه اتكلم عن حاجه واجهتني في الشارع، وبجد انا اتضايقت منها فوق ما تتخيلوا. كنت انا في المشاريع وراكبه مشروع يعني، وفي ام معاها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، والولد بتحاول تسيطر عليه بس مش قادره. والولد عايز يلعب مع راجل او بيبص للراجل، فالراجل قام باصص له بنظره اللي هو وحشه قوي يعني، وبص للام. طب احنا ربنا خلقنا سلام الحمد لله، وده اكيد الطفل ده كان نفسه يبقى زينا، بس نصيبه في الدنيا ما كانش كده. احنا كاخصائي، سواء اخصائي ذوي احتياجات خاصه، سواء اخصائي اجتماعي وغير مجاله ان هو بيتعامل مع فئات خاصه، او كمان الاخصائي النفسي اللي هي الناس المرضى نفسيين، كل الناس دي كانت عايزة تبقى كويسة، وكانت تبقى نفسها ان هي تبقى شخص سليم وشخص قادر يعيش حياته بشكل طبيعي. لكن ده كان نصيبه، فاحنا نساعده وان احنا نساعد الناس دي بحب. الكلمة الطيبة صدقة. لما انت لو كان عندك طفل آه مثلا ذوي احتياجات، هتعرف قد ايه انت هتحبه، ولو شفت اي حد في الشارع هتحبه وهتساعده. فبلاش يعني ان احنا نشتمئز من الناس دي، لان الناس دي اقسم بالله قلبها انضف من اي حد، ما فيهاش ولا كذب ولا ناس بوشين ولا اي حاجة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وقولوا لي ايه رأيكم في الموقف ده، وهل انتوا لو مكانه هتعملوا ايه.